ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا طبعا زي ما شايفين. دلوقتي لسه الصبح الساعة 7:30 عندنا. انا النهاردة هحضر لكم مفاجأة. هنروح يومين موسكو مع بعض. هوريكم على اهم الاماكن اللي موجودة في موسكو، وهنشوف حاجات كتير قوي، وهنستمتع اكيد بالفيديو. بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. وهوريكم فولج يوم كامل من اول ما هركب الطيارة علشان اروح موسكو لحد وانا راجعة بالليل بالقطر عشان تشوفوا كل حاجة مع بعض. يلا بينا نشوف اليوم هيبقى عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين وصلت حاليا موسكو، بس كنت تايهه شويه، فوقفت ان انا اسال الناس عشان اعرف ازاي اوصل للمحطه. فبعدين قعدت تسالني تقولي انا مش عارفه، وبعدين قعدت تقولي يمين في شمال ومش عارف ايه. بعدها جه الجوزة راح قال لي لا تمشي على طول، وبعد ما تمشي على طول هتلاقي فيه هناك زي مدخل وكده، من المدخل ده هو اللي تدخلي عن طريقه للمحطه. فقلت له ازاي يعني؟ بعدها ما عطيتش في بالي، فقلت خلاص مش مشكله هروح للمدخل ده. بعد ما وصلت المدخل زي ما انتم شايفين قال لي عند البتاع الحمراء اللي هناك دي. فضلت ماشيه لحد ما اوصل للبتاع الحمراء، وبعد ما وصلت للمدخل جوه اكتشفت ان انا لازم امشي زي حته طويله قوي، زي كاني هعدي للناحيه التانية، بس بشكل غريب شويه. يعني انا نفسي ما تخيلتش ان هي هتكون كده عشان بس اوصل للمحطه. اصلي في العادي يا جماعه انتوا متعرفوش عشان اوصل للمحطه هنا عندنا يعني بيكون الشارع في وسط الشارع، يعني بتطلعي على الجسر وكده، فبتلاقي نفسك انت خلاص وصلتي عند المحطه، تقدري ان انت تركبي بعدين مواصلات اي حته. انما في موسكو انا استغربت خالص ان هي مش كده اساسا. يعني زي ما انتم شايفين دخلت من المبنى كده اهو، وبعدين وقفت ركبت السلم، وبعدين نزلت عادي ومستغربه. يعني اللي هو انا افتكرت ان انا داخله على المترو خلاص مش عارف ايه، اصل نفس الطريقه دي تدخلي على المترو وكده. فانا استغربت، وبعدين شكل المبنى نفسه غريب، يعني زي ما انتم شايفين سيراميك في بتاع. فانا قلت ده المترو خلاص، انا داخله على كده على المترو. يعني ما تخيلتش ان انا كده بحاول ان انا اطلع للمحطه. يعني انا بصراحه الموقف ده اعجزني. يعني انا كل ده كنت ماشيه ورا الناس اصلا، يعني زي ما تيجي تيجي زي ما بيقولوا، كنت ماشيه اصلا ورا الناس، ويعني زي ما تيجي تيجي يمين شمال يمين في حوضه مش مشكله اديني ماشيه وخلاص. هما اساسا قالوا لي كده، اللي انا سالتهم قالوا لي انت روحي هناك هتلاقي في ناس كتير قوي بتطلع المحطه فاطلعي وراهم. انا كل ده افتكرت ان انا فهمت غلط وانا مش طالعه المحطه، لا انا رايحه المترو وكده. فضلت ماشيه وراهم لحد ما اكتشفت ان انا كده بطلع للشارع الرئيسي. يعني استغربت انا كده بس بطلع للشارع الرئيسي. شايفين الشارع الرئيسي شكله عامل ازاي؟ مش عايزه اقول لكم ان كان بشكله زي ما انتم شايفين تحفه 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 تحفه. المحطه نفسها شكلها جميل جدا غير المحطه الموجوده في مدينتي طبعا. طبعا يا جماعه موسكو العاصمه، انتم متخيلين ايه يعني؟ فيعني بجد جميله جميله، وفي زي مكنه اللي كمان تشتري التذاكر وحاجه زي شايفين المحطه على جنب، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين بجد تحفه 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 بطريقه. يعني انا عجبتني جدا 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 اول ما شفتها، والجنينه حواليها وكراسي عشان لو الناس تقعد. فانا قررت ان انا اقعد واشوف هتحرك ازاي. وده بعد ما ركبت طبعا الاتوبيس. على فكره يا جماعه انا اكتشفت اني لما ركبت الاتوبيس اكتشفت اني مش بدفع مواصلات غير روبل واحد. انا ما بدفعش غير روبل واحد بس.
بالكارت بتاع سوبر بنك وبس مش اكتر، ما عملتش اي حاجه تاني. فيعني عجبني جدا بصراحه، جدا جدا كمان، اللي هو يعني انا بدفع روبل الواحد، متخيلين يعني ايه روبل واحد؟ ده انا عندي في مدينتي مش بدفع الروبل الواحد ده. بس لا قشطه يعني. وصلت للمترو. هروح دلوقتي اشوف الدنيا. الحقيقة أول مرة أنزل زي ما قلت لكم إن هي فعلا كانت أول مرة ليا أروح المترو في موسكو، لأن أنا كنت دايما بقضيها تاكسيات، وكنت يعني ما عنديش طولة بال إن أنا أعرف حتى المترو موجود فين أو إيه المحطات اللي فيه. يعني كنت بمل بسرعة وكده، فقلت لأ خلاص يعني التاكسيات على طول. بس لأ المرة دي حبيت إن أنا أجرب إن أنا أروح مترو، بالمترو، أروح بالقطر، أروح بالمواصلات العادية اللي كل الناس بتستخدمها في موسكو. يعني كان عندي فضول إن أنا أعرف ايه الدنيا هناك. واول ما دخلت عرفت اني لازم تشتري تذكرة، يا اما بتشتريها عن طريق ان انت تقفي وتشتريها عادي بالفلوس وكده، لو انت مش عارف تستخدم المكنه، او ان انت تستخدم المكنه. انا المكنه دي يعني بدات ان انا او وقفت عليها كده، قلت يعني اجرب حظي زي ما بيقولوا. بس انا ما كنتش اعرف ازاي طبعا استخدمها، بس قلت اجرب يعني. اول ما لقيت الراجل ده مشي، فانا كنت ببص هو بيعمل ايه وعمل زيه. فبقى انا كنت هحتاج ان انا اروح كذا مره، بس انا قلت اجرب لو انا هاخد مره واحده ايه اللي هيحصل. بعدها هو بيقول لي ادفع بالكارتة ولا تدفع بفلوس، فانا قلت له لا هدفع بالفيزا. بعد ما دفعت بالفيزا قال لي انتظر زي ما انتم شايفين كده، وبعدها نزل لي الشيك بتاع الدفع اللي هي 60 روبل، وبعدها نزل لي كارتة خفيفة قوي كانت، حتى وقعت مني وانا استغربت يعني. مكتوب عليها مرة واحدة مش كذا مرة، مكتوب عليها مرة واحدة. طبعا في ممكن تشتري كارت عدة مرات ومش عارف ايه، كل الناس سعر مختلف. فانا بصراحة ما كنتش ضامنة ان انا هرجع بالمترو، انا كنت مقلقة شوية ان انا اتوه. عشان يفتح لك الباب لازم تدخل التذكرة كده عشان يفتح الباب، لو ما دخلتش التذكرة الباب ما يتفتحش. بعدها دخلت علشان اروح المترو زي ما انتم شايفين، سلالم كالعادي يعني. المترو كان نظيف بصراحه، ما كانش وحش يعني، ما كانش في حاجه، وكانت على طول الخريطه موجوده، وكان العيب الوحيد ان النت مش شغال. ده شكل المترو زي ما انتم شايفين، من جوه كان نظيف قوي. ودي الخريطه، طبعا يمين وشمال عشان تعرف انت رايح فين، بيبقى محطوط خريطه وعلامه حمراء على كل مكان انت رايحه، عشان بحيث ان انت تعرف ايه الحته اللي انت رايحها مظبوطه ولا لا. فانا بدات ان انا اروح يمين وشمال عشان اتاكد هو صح ان انا رايحه ده ولا لا. بعدين اكتشفت ان هو فعلا هو الطريق ده اللي انا عايزه اروحه. انا كنت رايحه عند محطه اسمها اخد يد تقريبا، مش فاكره بصراحه. بس بعدها وقفت عند المترو ده، وانا بصراحه ما كنتش واثقه برضو ان انا واقفه صح، لحد ما في الاخر جه المترو التاني وركبت، فقلت اشوف اول محطه هتبقى ازاي، تاني محطه ازاي يعني، وهكذا. بعدين لما ركبت المترو بصراحه عجبني جدا بصراحه يعني، منكرش. المترو كان عاجبني جدا، نضيف قوي، وجوه فيه واحدة بتتكلم، بالإضافة ان هو بتظهر على الكمبيوتر وكده اسم المحطات. فكان عاجبني جدا يعني بصراحة، كنت مرتاحة له قوي، وكنت حاسة ان انا مش هتوه يعني. بس انا اوريكم دلوقتي شكل المترو من جوه، نضيف قوي، نضيف جدا كمان. بس ما فيش حاجة اسمها مبنى سيدات عربية سيدات وعربية رجالة، كل واحد يعني زي ما انتم شايفين. بس دخلت اقعد عادي جدا. بس ده كان شكل المترو بصراحة، انا كان عاجبني ونظيف، وفوق الشاشة عمالة كانت تكتب، بصراحة كان شكله جميل خالص يعني، مش عايزة اقول لكم. بس بعد ما انا قعدت وخلصت وظبطت الدنيا، نزلت في المحطة اللي هو قاعد. بس المشكلة ان المحطة اللي كانت مكتوبالي لازم الف شوية علشان اوصل لمدخل المحطة دي، لاني في نفس المحطة في 3 مداخل بيدخلوني لاكتر من محطة، في اكتر من مترو بيجوا على اكتر من مدخل، فاهمين قصدي. بس بعدها بعد معاناة، بعد ما وصلت يعني، هو ده كان المكان اللي كنت عايزة اوريه لكم. ده اللي هو الكنيسة القديمة الكاتدرائية، وكمان هتلاقوا المتحف، وكمان هتلاقوا المول، أعرق مول في موسكو، أو زي ما بيقولوا أقدم مول في موسكو. ولكن بعد التجديدات بصراحة شكله جميل جدا جدا جدا. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة متحف، هندخله مع بعض هوريكم ايه اللي شكله من جوه عامل ازاي. طبعا مش عايزة اقول لكم ان المنطقة دي مليانة سواح من كل انحاء العالم، تقريبا دي اشهر منطقة موجودة في موسكو، ودي اسمها المنطقة الحمراء او الساحة الحمراء. لو انت قلت لاي حد انا عايزة اروح الساحة الحمراء، كل الناس هتدلك. انا لما تهت في المترو
وما كنتش عارفة أوصل. كنت باسأل الناس كتير جدًا، وحقيقي ناس في موسكو جُمال أوي وبيساعدوا، مش يعني زي باقي البلاد اللي هو بنقول عليهم مقفّلين شوية، لأ بالعكس، في موسكو كانوا جُمال جدًا وبيساعدوك لو عوزت أي حاجة. بصراحة الناس هناك عجبتني جدًا إن هُم ودودين ويساعدوك وينتبهوا معاك. زي ما انتم شايفين طبعًا بندخل من المدخل من غير فلوس على فكرة، إن أنت تتفرج على كل ده مش محتاج إن أنت تدفع فلوس. أرضية المكان كانت غريبة شوية، كانت عاملة زي خان الخليلي في مصر. البلاط كان غريب شوية. بس المكان جميل بصراحة، المكان أنا حبيته جدًا. ده اللي أنا مشاورة لكم عليه، ده أنا ما كنتش عارفة في الأول إيه هو ده، وبعدين عرفت إن ده متحف روسي. زي ما قلت لكم هندخل مع بعض طبعا وهنشوف المتحف ده من جوه شكله عامل ازاي، وايه الحاجات اللي فيها. بجد كان في حاجات انا ما تخيلتهاش اصلا ان هي هلاقيها جوه، حاجات غريبة غريبة. يعني مش عارفة بصراحة الحاجات دي جايبينها منين يعني. انا ضحكت اصلا اول ما شفتها، بس هتشوفوا في الفيديو. هنزل برضو في الجزء التاني طبعا، مش الجزء ده. النهاردة هنشوف مع بعض ايه شكل باقي الساحة الحمرا دي بتتكون من ايه. على فكرة يمين وشمال فيها حاجات كتير جدا. احنا دلوقتي هندخل ناحية الشمال، هوريكوا كذا حاجة جدا جميلة بجد. المكان ده انا مش بس عجبني، المكان ده انا اغرمت بيه بجد يعني. اول مرة انا المكان ده كنت اتمنى من 3 سنين ازوره، وبعد ما زورته بجد كنت مبسوطة جدا اليوم ده. على قد ما انا تعبت وبجد مكنتش قادرة اتحرك ورجلي وجعتني، بس على قد بصراحة ان انا انبسطت جدا 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 انا روحت المكان ده. يعني المكان ده يعتبر بمزار آه الاهرامات في مصر، فلو انت تروح تزوره دي حاجة جميلة اوي. انا لحد دلوقتي معرفش شكل الاهرامات ايه في مصر، فعشان كده كان بالنسبة لي ان انا اشوف حاجة بشوفها في الصور كان بالنسبة لي حاجة جميلة جدا يعني. فاهمين ازاي؟ ده الشارع ناحية الشمال برضو في الساحة الحمراء. زي ما انتم شايفين الأنوار شكلها جميلة جدا، والناس حواليا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بجد المكان مش بس جميل، مكان تحفة بيدي راحة نفسية كده يعني جميل 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 قوي، لدرجة ان انا ما كنتش عايزة امشي من المكان. انا حقيقي ما كنتش عايزة امشي يعني. انا لو كنت اقدر ان انا اقعد واكمل والله كنت قعدت، بس بجد انا عمري ما شفت جمال بالطريقه دي والهدوء، ويعني بجد من كل انحاء العالم الناس. انا مش عارفه حتى ازاي حاطين الانوار دي. ده وغير كمان في كانت ناس بتحاول ان هي تجهز فقره، مش عارفه طلاب تقريبا كانوا طلاب. بجد مش عارفه، بس انا عجبوني خالص. يعني دلوقتي هتشوفوا عرضهم جميل قوي جميل قوي. عيال بشوشة كده اللي هو مش بتتكسف، وكمان العرض جميل. خلت الناس كلها اللي جاية تزور كلهم ركزوا معاهم بطريقة انا نفسي وقفت اركز واصورهم. يعني بجد عجبوني خالص يعني. هو كان ماشيين مع بعض وترتيب وتنظيم جمال جدا جدا الحقيقة. بس وبعدها اخدت اللفة في المكان كله. على فكرة في نفس المكان ده موجود المول القديم، او المول الروسي العريق زي ما بيسموه. فاحنا هندخل المول اخر الفيديو هتشوفوه مع بعض شكله عامل ازاي. بجد المول مش قديم، انا عمري ما شفت جمال مول بالشكل ده. انتوا لو شفتوا المول يا جماعة هتقولوا ان احنا عندنا في مصر مفيش مول بالشكل ده. بجد 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 مفيش مول بالجمال اللي انتوا هتشوفوه ده. ده كفاية كفاية. انتوا تدخلوا هتلاقوا فيه شجر جوه وقعدة كراسي. انا كنت مستغربة اللي هو ده مول ازاي ده ومقفول، يعني ازاي فيها شجرة معرفش بس مقفول وشكله جميل. يعني بجد بجد من جماله انا كنت مستغربة اللي هو ايه يا جماعة فيه. تعالوا بقى نشوف عرض الطلاب اللي انا قلت لكم عليه، وبعدها نرجع نشوف المول.
ده كان عرض الطلاب اللي انا قلت لكم عليه. حقيقة عجبني قوي، يعني اللي هو كانوا منظمين بصراحة، ما كانتش طويلة بس كانوا منظمين، كفاية ان هما كانوا بيمشوا مع بعض، حركاتهم واحدة. يعني كانت لذيذة كده، حتى صغنونة بس كانت لذيذة عجبتني. تقريبا كانوا بيحضروا الحفلة او حاجة، انا بصراحة ما سألتهمش يعني، بس انا كنت حاسة ان هما بيعملوا يعني مفاجأة حلوة كده لحاجة. بس وزي ما انتم شايفين هنبتدي دلوقتي ان احنا نروح المول مع بعض. طبعا شكل الشارع جميل جدا زي ما انتم شايفين، بينور. انا حاسه عامل زي اللي هو الدريم بارك كده، اكتر كمان. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب. وعلى فكره بقى، المول والمتحف هعمل لهم في الجزء التاني هتشوفوهم، لان الفيديو ده ما قدرتش ان انا اكمل لكم باقي، فعشان كده استنوا الفيديو التاني. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وتعملوا لي فولو على الفيسبوك. هقول لكم مواعيد اللي هينزل فيها الجزء الاول والتاني، وكمان هنزل باقي الفيديوهات اللي عملتها، واكيد 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 هوريكم التيك توك اللي عملته هناك لما كنت في موسكو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. بحبكم كتير، باي باي.